السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنبدأ كده حلقة حلوة جميلة مفيدة جدا لينا كلنا. حلقتنا النهاردة فيها حاجتين يعني هيتعملوا ان شاء الله. اول حاجة الميكروويف، عايزين ننضفه طبعا. يعني في ناس كتير بتجيب الليفة وتجيب البريل، وتدخل فيه مية وكده، فده اكبر غلط على الحاجات اللي جوه الميكروويف من جوه. بتبقى حاجات يعني ايه، ما ينفعش تحط فيها ميه عشان الصدى، عشان خاطر ما ينفعش، والكهرباء برضو والكلام ده. وجبت لكم طريقه سهله جدا للميكروويف وطريقه تنظيفه، من غير ما تمسك ليفه ولا تيجي تحط فيها ميه او الكلام ده. يعني طريقه امنه جدا جدا جدا، وجربتها كذا مرة. أنا باستخدمها في جميع، كل مرة يعني ما أجي أنضف الميكروويف بتاعي بستخدمها هي نفس الطريقة دي، وأثبتت إن هي فعلا يعني الطريقة دي ممتازة. فيش غير بس إن أنا بشيل الطبق بتاع الميكروويف، هو ده اللي بيتشال وبيتغسل بس على الحوض. لكن الهيكل الداخلي كله بتاع الميكروويف لا، ده هوريكم الطريقة سهلة جدا، من غير ما ندخل أي ليفة ولا أي مية جوه الميكروويف. تمام. هنستخدم حاجتين بس في الموضوع ده، حاجتين ومعاهم المية طبعا، وقماشة. تعالوا كده نشوف مع بعض الحاجات اللي هنستخدمها مع بعض في نظافة الميكروويف. أنا مش بتكلم على النظافة الخارجية، لا بتكلم على نظافة الميكروويف من جوه. تعالوا كده الأول نشوف كده الميكروويف ايه جوه، فيه ايه من جوه. هو عبارة عن انت بتسخني فيه عيش، بتفك التجميد وكده، يعني استخداماته معروفة. يعني طبعا هتلاقي فيه يعني هتلاقي فيه اكتر التركيز كله على الحاجات اللي بتنزل من العيش، اللي هي الردة او النخالة بتاعة العيش. حاجات بتبقى زي كده نازلة. فانا عشان ماليش اخ، وبرضه لما انت بتيجي كمان اقول لك يعني الجوانب بتاعته بتبقى مليانة بعض الدهون. لما انت بتيجي تسخني حاجة فيها دهون مثلا، بتسخني مثلا شوية، مثلا ابنك مثلا او بنتك تفضل معاكي مثلا جزء مثلا من الفرخة مثلا او من نايبه، فعايز تسخني. انا عن نفسي بسخنه في الميكرويف. بس طبعا ساعات بيحصل لو العيال عملوه من غير ما اغطي الميكرويف، من غير ما اغطي حته الفرخه دي، بيعمل بيطرشق كده ايه، بيعمل على جوانب الميكرويف، بيبقى فيه بعض من الدهون طبعا. فاحنا يعني بصوا هننضف الميكرويف من جوه، بيبقى فيه شويه دهون على جوانبه، بيبقى فيه النخاله بتاعت العيش. كل ده هنشيله مع بعض. اي حاجه عالقه في الميكروويف من جوه في الجوانب بتاعته، كله ده هتشال بالطريقه بتاعتنا ان شاء الله. فخليكم معانا ان شاء الله. وفي مفاجاه اخر الفيديو، مفاجاه هعملها لكم، يعني ممكن تكون حصريه برضو بخصوص الميكروويف ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. خليكم مكملين معانا ان شاء الله. بصوا كده، بالنسبة للحاجة اللي احنا هنستخدمها، انا قلت لكم يعني الحاجة دي بسيطة جدا جدا. المكونات اللي هنستخدمها في نظافة الميكرويف، بنجيب بولة، طبعا البولة دي عند اي حد فينا في المطبخ، وبنجيب ليمونة، وبنجيب اللي هو سائل الاطباق، اي سائل اطباق عندك. تمام. وانا بنزل شوية كده من سائل الاطباق، كمية كده يعني مثلا زي معلقتين ولا حاجة، مش هكتر يعني. تمام. وعندي الليمونة دي. تمام. تمام. هاجي دلوقتي اقطعها ثواني. بصوا انا قطعت الليمونه كده، هاخد الليمونه كلها عشان انا عايزه الاستفاده الكامله من الليمون. بصوا المعلومه، انا يعني كنت الاول بستخدم خل، فلقيت، انا بصراحه بحب اتفرج على فيديوهات كتير من النوعيات دي، فلقيت ان ايه، في ناس بتنصح ان الخل مش حلو لان فيه نسبه الحموضه عاليه، فبتاثر على مكونات الميكروويف الداخليه. فالحموضه بتاعت الخل عاليه اكتر من الليمون، فالليمون طبعا هيبقى افضل، يعني افضل بالنسبه لمكونات الميكروويف. كده احنا ايه، سائل الاطباق معانا، السائل والليمون بتاعنا، هنضيف عليهم شويه ايه، خليكم معايا، شويه ميه كده، مش كتير يعني. هنقلب بالمعلقه بس. شايفين البساطه في الموضوع؟ هو ده اللي احنا ايه، هنغسل بيه الميكروويف. احنا مش هنغسل، احنا قلنا مش هنحط ليفه. اهو ده المكون اللي معانا، شويه بريل، اللي هو بتاع المواعين ده، اي نوع بريل عندك، اي نوع سائل الاطباق عندك.
وشوية مَيّة صغيّرين وليمونة كاملة، تمام؟ خليكم معانا نشوف الخطوة اللي بعدها. زي ما انتم شايفين، وبقفل الميكروويف، تمام، وبديله كده كام، ونظبط الميكروويف بتاعنا ثواني كده بس. كده شغلت انا الكهرباء في الميكروويف، بشغله على كام، بظبطه على 1.5 دقيقة، تمام، 1.5 دقيقة، تمام، وابدأ ستارت. طبعا هو في الفترة دي السائل اللي جوه ده بيطلع البخار بتاعه بيتبخر جوه، فبالتالي جميع الجوانب بتاعة الميكروويف والأرضية وكله بيحصل لها ايه، بتبقى متشبع من بتاخد من المحلول ده، المحلول اللي احنا عملناه اللي هو الليمون وسائل المواعين والمية، يعني المحلول اللي احنا عملناه. طبعا انتوا سامعين صوتي عشان بس الميكروويف صوته عالي هنا، بيعمل صوت الميكروويف. لو تلاحظوا ان المية بدأت بصوا تطلع كده ايه، داخلة في الغليان المية. الفكرة نفسها ان السائل ده يغلي جوه الميكروويف فيطلع البخار بتاعه، فهو كده ايه، يعني يعتبر كده لين الميكروويف، بيلينه كده اهو، بيعملوا عملية تليين من الدهون والحاجات اللي فيه. بصوا انا عايزة اوريكم المنظر، مش عارفة هتشوفوه ولا لا، بس ثواني انا هفتح لكم فجأة. بصوا اهو، بصوا مش هينفع اصلا انا يعني لازم، بصوا لا لو اتفتحت دي ده بيسكت يعني، ده بيبطل فمش هينفع ان انا ايه، نديله باقي التكملة، باقي لسه 21 ثانية هنكمل. طبعا كنت عايزة اوريكم السائل وهو جوه بيغلي، يعني المحلول اللي احنا عملناه هو جوه بيغلي كده، يعني ما شاء الله. بصوا انا مش عايزة غير كده، انا عايزة المحلول اللي جوه ده يغلي جوه الميكروويف، علشان الميكروويف كله كده يبقى من جوه ايه، تمام كده، تمام كده. انا بفتح، بصوا انا اوريكم، مش عايزة اقول لكم الريحة طالعة ايه. ادي المحلول بتاعنا وهو بصوا طالع فيه بخار، مش عارفة البخار واصل لكم شايفينه ولا لا، تمام. طبعا انا دي هشيلها خالص، تمام، هشيلها عشان انا دي بغسلها على الحوض، الطبق اللي هو الحراري ده بيتغسل على الحوض، تمام. طبعا نخلي بالنا واحنا بنستخدم الحاجات دي عشان الحاجات دي حساسة، ولما نيجي بعد الشر يعني لو جرت لها حاجة تعويضها صعب. بصوا كله ده لنا انا عندي، يعني بصوا عملت لكم كده، هنا في بخار كده هنا، أو كده بخار، بصوا بإيد يعني، بالايد بيطلع، بعمل كده بيطلع بالايد، ما شاء الله. في غير ان انا بصوا حته قماشه كده قطن، بتمتص الميه وبتمتص البخار. اروح بصوا، اروح عامله كده اهو. انا مش راضيه ان انا اطفي لكم الكهرباء منه عشان اللمبه تبقى ايه، موضحه. بصوا بكل بساطه اهو، بصوا كل حاجه طلعت معانا، حتى الجزء الداخلي ده برضو اهو. أهو. بصوا انا عايزه بصوا هو مكملش معانا يعني، ما شاء الله. بصوا مفيش ولا اي حاجه، حتى الجوانب هنا ما شاء الله اهو. اهو بصوا، هوريكم دلوقتي، ادخل لكم الكاميرا انا هنا جوه وتشوفوا بقى المنظر. مجرد ما بمشي القماشه هنا كده، بصوا اهو، مجرد ما القماشه بتمشي في المكان ده خلصت على كده اهي، ولا تحط ليفه ولا تحط ميه ولا تعمل الكلام ده كله، ولا ايه الميكرويف بتاعك يتعرض للميه والكلام ده. بص كده جوه الميكرويف الشكل بقى ايه جوه، ما فيهوش ولا حاجه، تمام. طبعا انا عشان يعني ايه بنضفه اول باول بالطريقه دي، فهو ايه مش بياخد معايا وقت كتير يعني. بصوا اهو، ال- الجزء اللي فوق برضو كده، بصوا اهو، ادي الميكرويف عندي بقى زي الفل. انا هعمل ستوب وبعد كده ايه، هغسل الطبق وارجع اوريهولكوا هو خالص خلصان خالص، خليكم معانا. ورجعت لكم بعد ما غسلنا الطبق، طبعا ده الحامل بتاعه،
الطبق اهو، الطبق اللي هو القرص الدوار ده بتاع الميكرويف. بصوا غسلناه حلو. دي تغسليه عادي على الحوض عادي زي اي طبق عندك، كأنك بتغسلي اي طبق، بس تخلي بالك منه وانت بتغسليه، عشان الحاجات دي يعني ايه بقى لا قدر الله غالية. لو ربنا يا رب يسترها ان شاء الله. بصوا اهو انا هدخل كده ايه اهو، خليكم معايا، هدخل بس الطبق جوه البيت اهو كده. الميكرويف بتاعي نضيف من جوه ما شاء الله، مفيهوش ولا حاجة كده، وبطريقة آمنة، بطريقة أمان، يعني مفيش فيه مية ولا حطيت مية ولا حاجة خالص. بالبخار بس عملناه، عمل لنا عملية إذابة للدهون عن طريق البخار اللي جوه الميكرويف. صلوا على النبي في التعليقات، وما تنسوش تدعوا لي كده دعوة كده حلوة. وتعالوا نشوف بعد كده ايه هنعمل. ايه بعد كده هنشوف المفاجأة اللي قلت لكم عليها. هنعمل ايه؟ هنعمل فشار في الميكرويف. معايا كمية الفشار اللي انا عايزاها اهي، الفشار الكمية اللي انا عايزاها، واحطها ايه جوه الكيس بس، واروح ايه يعني مدياله كده ايه قفلة كده. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. تمام. وهنيجي نحطه جوه الميكرويف بتاعنا الحلو الجميل ده اهو. بصوا انا ما حطيتلوش ملح ولا حاجه، انا هحط له ملح بعد ما ايه، بعد ما يطلع طبعا. بصوا يعني كده نخليهم كده ايه، نقص عليهم كده شويه اهو، واروح قافله كده. انا حطيتهم على هنا يعني، بصوا بالكيس بتاعهم بس قافله الكيس. تمام. واروح ظبطهم مثلا على دقيقتين مثلا. تمام اهو، سامعين التكات اهو. يا رب تكونوا سامعين واصل لكم الصوت بتاع الفشار. باجي سوا اهو، ادي الفشار مع بتاعنا الجميل الحلو. هنعمل الكميه كلها ان شاء الله، واحطها في بوله وارش لهم الملح دلوقتي، واحط لهم احط لهم يعني ارش لهم الملح والاطعمه اللي هم عاوزينها. آه، انا كنت سعيده جدا وانا بعمل الفيديو ده معاكم. لما بعمل فيديو فيه معلومات زي كده ببقى فرحانه ومبسوطه ان انا ببعت لكم المعلومات اللي انا بستفاد يعني بعرفها وبستفاد بيها. يا رب كده ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوليش كده بالدعوات، وتصلوا على الرسول، تشيروا اللايف، تشيروا قصدي الفيديو، وتعملوا له كده تعليقات ايجابيه في الكومنتات كده تشجعوني يعني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.